في ظل الأحداث الحالية وحرب الإبادة اللي بتمارس على إخواتنا في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقطع المياه والأكل والكهرباء والوقود والإنترنت واستشهاد عدد لا يقل عن 10,700 شهيد حتى الوقت اللي احنا بنسجل فيه الفيديو ده، وطبعا العدد ده في زيادة كل لحظة. معظمنا بيسأل نفسه سؤال مهم جدا، وهو إيه اللي جاب اليهود عندنا؟ وفي حلقة النهاردة جاي أجاوب على السؤال ده وأسئلة تانية مهمة تخص نفس الموضوع. أنا عبد عطيان، ولو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات اللي جاية. في البداية عشان نجاوب على سؤال هو إيه اللي جاب اليهود عندنا، محتاجين نعرف الأول هم جايين منين. وهنا هنتكلم عن سيدنا يعقوب، وهو إسرائيل الذي ذكر في القرآن، ومن ذرية يعقوب هم النصارى واليهود. وذرية سيدنا يعقوب اصطفاهم الله فترة من الزمن، ومن ذريته كان في نبي اسمه يهوذا، وانتقل إلى مصر وعاش هو وأبنائه وإخواته في عز لحد ما جالهم فرعون وأذاقهم سوء العذاب. وزي ما هم على الوضع ده منذ خلقهم، مش بيدخلوا أرض إلا ويطردوا منها بسبب سوء طباعهم وتعاملهم مع الناس. المهم ان اليهود فضلوا يتنقلوا من كل ارض شوية لحد العهد الحديث ووجودهم في اوروبا في العصور الوسطى، واللي كان بيسيطر عليها وقتها الديانة المسيحية الكاثوليكية. وكان اليهود اقلية موجودين وسط المجتمع ده، وكالعادة كانوا مكروهين جدا من الاوروبيين وكانوا منبوذين وسط المجتمع الاوروبي، ولذلك دايما كان بيتم تصويرهم في الافلام والمسلسلات وقتها بشخص سيء الطبع وكذاب وكل همه مصلحته. وكان مشهور جدا عن اليهود رغم بخلهم ده ان معظمهم كان بيمتلك ثروات طائلة جدا محصلها من نظام الربا. ونظام الربا ده كان انهم تجارتهم الوحيدة اللي كانوا بيمارسوها وبيشتغلوا فيها هي انهم كانوا بيسلفوا الناس ويدوهم قروض على اتفاق انهم بيرجعوها ليهم بفوائد كبيرة، ودي مصدر ثروتهم الضخمة اللي كانوا مكونينها وقتها. وده طبعا كان مزود كره الناس ليهم، لان نظام الربا ده برغم انتشاره الا انه زي ما احنا عارفين كلنا ان هو حرام في كل الديانات وكذلك في المسيحية. المهم ان الاوروبيين مع زيادة غنى اليهود وانتشارهم اللي بدأ يوسع في اوروبا كانوا خايفين من التوسع اليهودي ده وانهم يسيطروا على اوروبا كلها، فكانوا بالنسبة لهم زي الوباء بالظبط، عايزين يخلصوا منه بأي شكل حتى لو هيبلوا بيه ناس تانية، المهم يغوروا من عندهم. والكلام ده ما كانش ينطبق على أوروبا بس، أي مكان ساكن فيه اليهود كانوا أصحاب الأرض الأصليين بعد فترة بيطردوهم منها هم بزوجاتهم وأولادهم ونسلهم كله بالكامل، لتأكدهم التام بخطورة وجودهم عندهم وخبث خططهم الدايمة للسيطرة على أي أرض يدخلوها وتنفيذ معتقداتهم وفرض سيادتهم بأنهم شعب الله المختار والعرق السامي وكل الكلام الفاضي ده. ومن المفارقات ان في الوقت اللي العالم كله كان بيطرد اليهود فيه كان في بلاد عربية بتستقبل ناس منهم بشكل طبيعي جدا، وبدأ ينتشروا في كذا دولة عربية، زي وجودهم بأعداد مش قليلة عندنا في مصر لفترة طويلة من الزمن، وكانوا مقيمين وبيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي جدا وعندهم مشاريع تجارية بفلوسهم اللي هم جايين بيها. وكان أغلبهم بالمناسبة بيتاجروا في الذهب والمجوهرات، وفي أحياء كاملة في القاهرة كانت باسمهم وما زالت. المهم من ضمن البلدان العربية اللي استضافتهم كانت فلسطين، ووقتها كانوا متفرقين زي ما قلنا في أوروبا وشوية في روسيا وشوية في بولندا وشوية في البرتغال، وكان وجودهم في البلدان ده أشبه بالسجن بالظبط، لأن مع مشاكلهم الكتير بدأت البلدان دي تحط لهم قوانين معينة، لازم يكونوا في أماكن محددة ومحطوط لهم قوانين صارمة طبعا لنظام حياتهم وتجارتهم حتى طريقة الزواج بتاعتهم. لذلك معظمهم كان بيهرب لدول تانية زي أمريكا اللي هاجر لها أكتر من 1.5 مليون يهودي في بداية القرن العشرين، ومعظم الباقيين كانوا في ألمانيا لحد ما جت الحرب العالمية الأولى وخسرت ألمانيا الحرب. بدأ الألمان يشوفوا أن وجود اليهود عندهم كان من أسباب الهزيمة، ومن هنا بدأ يظهر أحزاب ومجموعات معادية لليهود في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا ومعظم دول العالم، وكان المطلب الأساسي عندهم هو طرد اليهود من بلادهم. ووقتها كان بيمارس على اليهود كل أنواع الإهانة اللي أنت ممكن تتخيلها. والكلام اللي انا بقوله لك ده ما عداش عليه وقت طويل طبعا، يعني لو مواطن مثلا عنده 90 سنة في اوروبا فهو عاصر الكلام ده وشاف الاحتقار اللي كان بيحصل لليهود وقتها. ايوه يا سيدي، هم نفس اليهود اللي هم دلوقتي بيدافعوا عنهم وبيقولوا ان هم ليهم كامل الحق في الدفاع عن نفسهم، ومدينهم تصريحات كاملة بالابادة للشعب الاعزل بكل انواع الاسلحة، وهي دي طبعا قمة التحضر والرقي زي ما كلنا عارفين. المهم ان بعد كل اللي انا حكيتهولك ده من ذل واحتقار الكرة الارضية ليهم، ولد عندهم قناعة تامة ان مفيش مكان في العالم كله هيقبل بوجودهم فيه، وان الحل الوحيد هو ايجاد مكان يعيشوا فيه لوحدهم بعيدا عن باقي البشر دول. وبدأت الفكرة دي تبقى فكرة أساسية، واللي أسس للفكرة دي بشكل جدي كان صحفي يهودي اسمه هرتزل، وبدأ يدعو اليهود للتجمع للعيش في وطن واحد.
وبدأ ينشر الفكرة دي بكل الطرق عن طريق كتب وصحف بتمويلات يهودية منه شخصيا ومن شخصيات تانية مقتنعين بالفكرة. وطبعا ده لأن الفكرة دي لاقت استحسان عدد كبير جدا من اليهود، اللي هو بدل ما احنا بنتعذب وبننضرب والناس مش طايقانا في كل دول العالم، خلينا نعمل لنا وطن لوحدنا نعمل الكلام ده احنا مع نفسنا. المهم ان اول خطوة في الطريق ده هو ان هرتزل عمل مؤتمر في مدينة بازل في سويسرا، واسس كيان صهيوني كامل شغلته الاساسية انه يروج للفكرة دي وسط اليهود لحشد اكبر عدد منهم للبدء في تنفيذ الخطة. وهنا هننتقل للمرحلة الاهم، وهي ليه فلسطين؟ والله يا صديقي عايز اقولك ان فلسطين اصلا ما كانتش في الخطة اطلاقا، بالعكس ما كانتش خيار اول ولا تاني حتى. امال جه منين اختيار فلسطين؟ اولا السعي الكامل في الخطة دي كان سياسة في المقام الاول زي ما ذكرنا في الاول، وهو ايجاد وطن يعيشوا فيه ويحكموه بسلام. لذلك كان مقترح اكتر من 40 مكان في انحاء مختلفة من العالم لاختياره كمكان يعملوا فيه وطن. هرتزل والمجموعة اللي معاه اول اقتراح ليهم هو كان استيطان الارجنتين، وبعدين قالوا لا خليها اوغندا، وحاولوا بكل السبل على مدار 3 سنين استيطان اي مكان من ال40 مكان اللي احنا قلنا عليهم دول. لكن كل حكومات البلاد دي كانت بترفض الفكرة تماما لمعرفتهم باليهود. وكان من المحاولات دي انهم طلبوا من وزير المستعمرات البريطانية جوزيف تشامبرلين انه يتوسط لهم عند حكومة مصر انهم يدوهم العريش في سيناء كأرض يعيشوا فيها. لكن اللورد كرومر وكان قنصل مصر وقتها رفض الفكرة. فهرتزل قابل السلطان عبد الحميد الثاني وكان سلطان الدولة العثمانية، وطلب ان اليهود يعيشوا في جزء صغير من فلسطين، وفي مقابل ده ان الاغنياء اليهود هيساعدوا الدولة العثمانية في سد الديون اللي عليها. الموضوع ده مش بيفكرك بحاجة دلوقتي؟ هو ده نفس طلب امريكا واسرائيل حاليا لمصر، بس الآية معكوسة حبتين، وهي ان مصر تخلي اهل غزة يعيشوا في سيناء مقابل تسديد الديون اللي موجودة على مصر ويسيبوا غزة اليهود. الفكر اليهودي زي ما هو على مر السنين ما بيتغيرش. المهم ان السلطان عبد الحميد رفض العرض ده وفشلت مفاوضات هرتزل معاه، وفضلت من وقتها فلسطين في الخطة لحد ما حصلت الحرب العالمية الأولى، ودي كانت نقطة تحول للموضوع كله بالكامل. لأن في نهاية الحرب كانت الدولة العثمانية يعتبر اتفككت، فقرر البريطانيين وقتها أنهم بقى هم المسيطرين على الدولة العثمانية، فلذلك قرروا أنهم يدوا فلسطين لليهود. ومن أهم أسباب القرار ده هو أنهم يرتاحوا من قرف اليهود للأبد، والسبب التاني أن يكون ليهم عصا بيستخدموها كده في وسط الدول العربية. وفي نوفمبر 1917 قامت بريطانيا متمثلة في وزير الخارجية البريطاني أرثر بلفور بإرسال رسالة لأحد زعماء الحركة الصهيونية بأنهم بيدعموا فكرة استيطان اليهود في فلسطين، والرسالة دي فيما بعد عرفت بوعد بلفور حاليا. ومن هنا بدأ الترويج لسبب تاني لاختيار فلسطين، وهو أن فلسطين فجأة كده بدون مقدمات بقت أرض مقدسة لليهود، وبدأوا يحولوا الموضوع من سياسي لحجة دينية، وأن العقيدة بتاعتهم هي اللي قالت لهم يروحوا هناك، وأن سيدنا سليمان عليه السلام في معتقداتهم بنى هيكل هناك، وأن التوراة هي اللي بتأمرهم بدخول الأرض دي، وأنها أرض مقدسة، وأنهم ورثة سيدنا إبراهيم وهم الوحيدين اللي هم ورثة ليه، مش الإسلام والمسيحية ولا حاجة. وده طبعا عشان خرافات شعب الله المختار، وأن فلسطين هي أرض الميعاد اللي هيرجعوا لها في نهاية الزمان، وكل دي ادعاءات كاذبة طبعا هم اللي مخترعينها ومحرفين التوراة بإيديهم عشان تخدم فكرتهم. وبالفعل دخلوا أرض فلسطين بحماية الحكومة البريطانية اللي كانت بتقتل أي حد بيعترض على الاحتلال من الشعب الفلسطيني. ومن هنا بدأت رحلة تهجير الفلسطينيين من بيوتهم وأرضهم وسرقتها عين عينك أمام العالم كله. والمشهد ده بيتمثل لسه من كام سنة كلنا شفناه في الفيديو بتاع اليهودي اللي اسمه يعقوب، اللي كان فيه سيدة فلسطينية بتقول له اخرج من بيتي انت سرقه مني، فرد عليها الرد الشهير لو انا ما سرقتوش هيجي حد غيره ويسرقه. يعني الموضوع لا ليه علاقة بأرض الله المقدسة ولا ليه علاقة بشعب الله المختار ولا بكل الكلام ده، الموضوع كله سرقة في سرقة وأي وطن يعيشوا فيه والسلام. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وأتمنى أكون قدرت أفيدكم على إجابة سؤال إيه اللي جاب اليهود عندنا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتشاركوا الفيديو ده عشان تجاوب لغيرك على السؤال، واشوفكم في الحلقات اللي جاية.